منصور فاضل، صباح الخير. صباح الخير. الله يعافيك. أول شي بدي أقول لك إنه يعطيك ألف عافية على كل شي عم تعمله، ومبروك على التعيين الجديد. وبدي بلش بأول سؤال عن الشباب تبع التيار. منصور فاضل، الشغل اللي اشتغله مع قطاع الشباب تبع التيار ومع الشباب تبع التيار كان مميز، وكان عطى نتيجة كتير حلوة وشفناها كلنا. وبنعرف قديش هالشباب والصبايا بحبوا منصور فاضل وعندهم اياه. معلش اسمح لي، بس بدي اقول انا بعرف انه ما بتحب، عندهم اياه ايدول. منصور فاضل، شو اللي عمله منصور فاضل مع الشباب والصبايا؟ آه، أول شيء ميرسي على المقدمة البسيطة بس الطالعة من القلب. آه، أنا بصدق، راي القصة. أول شيء أنا بحب الناس تكون ذاكرتهم على طول حية تيقدروا يقيموا أي موضوع بشكل موضوعي. يعني أول شيء الشباب بلبنان كان لنا فترة بالتيار عم نقول الشباب إلى تراجع، الشباب بأزمة، في عنا أزمة شباب، أنسي دو سويت. وأكثر من هيك كمان مش لازم ننسى بأي مرحلة استلمت نائب رئيس لشؤون الشباب بأصعب مرحلة بتاريخ التيار وبتاريخ الشباب بلبنان. صحيح. تنمر، هجرة، قلة أدب، هجوم علينا بالسياسة وبقلة الأخلاق بالاغتيال السياسي. ما في شيء بهيديك وانفجار 4 آب. يعني ما في شيء ما في عامل إلا ما كان ضدنا. سلمني هيدي المهمة الوزير باسيل، بعتقد لأنه بيعرف طبعي وبيعرف شخصيتي وبيعرف قد ايه بنزل بيشتغل على الواطي، ما بيشتغل بس مش نظريا ومن دون تطبيق. أنا من أول لحظة عرفت أنه أنا ما قادر كون محلهم للشباب أبدا ولا مرة، ولا حابب كون محلهم ولا قادر كون محلهم. أنا بلشت أكبر بالعمر وهن بعدهم بأول طلعتهم. اعتبرت انه بتبلش الخطوة هي الخطوة الاولى اللي بتسهل الامور. امبارح بكلمتي بالمؤتمر تبع تيار اشرت لها انه انا بلشت خطوتي باختيار قائد. وانا من الناس اللي بيعتبروا طول حياتي بالعمل الحزبي انه القاضي او بس تختار شخص ضمن اي مجموعة، ان كانت مجموعة مناطق او ضيعة او جامعة او مدرسة او مهنية، بس تعرف تختار الشخص يلي طبيعته طبيعة ايادية بيسهل لك الامور. وفي مقولة شهيرة انا كمان اعتمدتها بعملي الحزبي، انه لما بتنقي ضعاف بيريحوك اول شيء بس بيتعبوك بعدين. لما بتنقي القوايا بيتعبوك اول شيء ممكن، ولكن بيريحوك بعدين بالشغل. انا اختياري لنوعية قيادة الشباب كان خيار صائب، واشتغلت معهم مثل البي والخي والرفيق. وما كنت بولا لحظة إلا ما حدهم بس يعوزوني، مش العكس. بس يطلبوني أنا حدهم بالنصيحة، وبس يطلبوني لتجربتي أعطيهم إياها، بس يطلبوني أخبرهم عن تاريخ التيار، تاريخ نضالات التيار، تسقيف سياسي، توعية سياسية، بعض المخاطر، تفسير للوضع السياسي، لنحط البوصلة محلها. هذا الشغل اللي اشتغلته، بس ما قدرت كون، يعني ما قبلت اني يكون محلهم بشغلهم التنظيمي وشغلهم اليومي. وهن كانوا اهل للثقة بشكل رهيب. يعني لي ابي رعد اول شيء عمله انه عمل قطاع شباب بيشبهه، اشتغل على انه يعمل ديليغاسيون للبوفوار، تفويض للسلطة بشكل كتير مميز. تعاطى مع فريق العمل تبعه، فريق متضامن. عمل 12 تغيير داخل لجنته من دون ما نسمع صوت حدا عم بينق او عم بيقول لا. كان يعطي فرص للي بده يشتغل ويطلب من اللي مش قادر يشتغل يزيح لغيره. يعني اشتغلنا على فترة 2.5 معهم بشكل سيستماتيك ومن دون ضجة ومن دون هذا. وراحوا ركزوا كل شغلهم
على زيادة المنتسبين، على الأعمار الفئة العمرية اللي تحت 25 ما بين 14 وال25. اشتغلوا على التسقيف والتحضير والتدريب والتوعية السياسية. يعني شباب قاموا بكل الدور. وبرجع بعد لك وبكرر، أنا كنت حدهم مثل البي والخي، لا أكثر ولا أقل، وهيدي نجحت هلأ. مشان هيك التجربة ناجحة. وبتمنى، أنا هلأ فليت وبطلت نائب رئيس لشؤون الشباب، بتمنى يكونوا وصلوا على مرحلة متقدمة يكون عندهم استقلاليتهم بالعمل الحزبي، ويقدروا يشتغلوا من دون ما حدا يتدخل بأمورهم التفصيلية واليومية، ومن دون ما حدا يحاول يفرض على الشباب آلياته أو أدائه. بالعكس، يحضنون، يوقفوا حدهم، يتركون هن يبرعوا ويشتغلوا وينجوا، والباقي هن عليهم. والمكافأة بتكون بالنتيجة مش بترقل العمل. اوكي. وبرأيك استاذ منصور، عرفنا نحن انه النتيجة وشفناها كانت حلوة وكان كتير مشجعة، وبلشنا نلاحظ فرق بالجامعات. باعتقادك هيدا الشغل رح يكمل؟ أنا برأيي أكيد لازم يكمل، مش إنه يعني لازم يكمل. هيدا بيتطلب. هلا أنا عادة ما بحكي عن الأمور التنظيمية بالإعلام أبدا، بس هيدي نصيحة للي بده يسمعني أو اللي حابب يسمعني. لازم يكمل، لأنه بعد في عندهم شغل كتير الشباب يعملوه. برجع بقول لك لازم هيدا اللي انبنى على فترة 2.5 ما يتخرب. قطاع الشباب أو الشباب، لكن في شغلة لازم ننتبه لها. الشاب طبيعته متحررة، طبيعته ما عنده سقف. يعني سقفه هي هيدا قايل عنها العماد عون بخطاب للشباب لما بيقول لهم سقفكم حلقوا، يعني جوانحكم طيروا فيهم الى اعلى حدود من دون سقف. صحيح. لازم سقفكم تكون الحرية، حق الاختلاف والحقيقة. يعني بدكم تقبلوا انه في غيركم يختلف عنكم، وسقفكم انتم طيروا قد ما بدكم. سقفكم هي الاخلاق والحقيقة. انا بالنسبة لي هيدي طبيعة الشباب بناء على فكر العماد عون وطبيعتهم. مشان هيك بنصح المسؤولين يلي محلي، يلي هن بدهم يتابعوا الشباب محلي، او المسؤولين عن قطاع الشباب يلي بدهم يجوا ويستلموا قطاع الشباب، او يمكن يبقوا هن ذاتهم، بلن حلقوا وطيروا بالدنيا من دون ما حدا يجرب يوقفكم او يعرقلكم. بس شغلتين انتبهوا لهم وما تغلطوا فيهم: ضلوا عندكم اخلاق وخلوا الحقيقة هي سقفكم. غير هيك ما يكون عندكم ولا سقف، لا منصور ولا غير منصور ولا بطالع ولا نازل. سقفكم هي الحقيقة وحدودكم هي السماء. طيروا قد ما بدكم، هيدي طبيعتكم. ربنا خلقكم انتو شباب، والشباب ما له حدود الا العمر. لحين تكبروا وتحطوا حدود وبريرات لإلكم. هلا ما تخلوا ولا حد لإلكم طيروا. منصور، وقت اللي بلشت 17 تشرين وكلنا بنعرف هيدي المرحلة قد كانت صعبة، منصور فاضل كان من القليل يلي نزل على الأرض، حاور، واجه، خانق بالكلمة، مش خانق دافع. ايه، بوقت يلي أغلبية كان ساكت عم يتفرج. كمان بكلمة امبارح ما بعرف إذا انتبهت لها، ذكرت 3 اللي هربوا: جبناء والوصوليين والانتهازيين. أنا بالنسبة لي الجبان هرب، اتخبى. الوصولي هرب والانتهازي انتقل. صح. ثورة 17 تشرين ما كنت متخيل، أنا بكل صدق يعني ما كنت متخيل. هلا أنا
متوقع كنت قبل بفترة انه اذا اجينا هزة قوية انه يكون في عنا هيك، لانه فتنا بالسلطة ولعبة السلطة شوي مزعجة. بس ما كنت متخيل انه يصير في هجمة علينا هالقد اول شيء، واذا بده يصير في هجمة هالقد ما كنت متخيل انه تما اقول الكل، بس قسم كتير 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 كبير من التيار يا يخاف يا يهرب او ينطر على التل. من اول لحظة انا اعتبرت انه هيدي ثورة. من 17 تشرين بالليل وعيد الساعة 4 الصبح عرفت انه انا وين رايح، وعادت لوحدي ما بنسيها، لوحدي بأوضتي بالسال دو سيجور بأوضة القعود، واعتبرت انه هاي مرحلة من واجباتي ومن تاريخي ومن تجربتي ما في الا ما واجهها. حدودها ما بعرف شو هو، ممكن تتطور لاني اتعرض لاي شيء شخصي، ممكن عائلتي تتعرض لاي شيء شخصي. بلغت وقتها مرتي وولادي انه انا رايح دواجه هيدي الثورة، لانه هيدي ثورة مش بس على التيار، هي ثورة ظلم بدها تنصر الظالم على المظلوم، بدها تحول الأزعر إلى آدمي والآدمي إلى أزعر، بدها تطمن الأزعر إنه كلهم يعني كلهم. هيدي أكتر شيء بتطمن الأزعر، ما بتطمن الأوادم. وهيدي ظلم لازم نمحيه من تاريخنا، لأنه هيدا الظلم إذا انتصر بينتهي الحق وبينتصر الباطل. اعتبرت إنه لا، ممنوع، هالقد كنت مقتنع ممنوع يربحوا هيدي الثورة، وبلشت واجهها من أول نهار. تعرقلت أول فترة بسبب بعض التنظيم البيروقراطي اللي كان تعودنا عليه على فترة. رجعت بعدين واكبت مع الناس وصرت أقدر أتحرك وأقدر أشتغل وأقدر أنزل وواجه بالخيام وخاطب وأحكي وأطلع على الإعلام وواجه وين ما كان. والحمد لله طلع بالآخر معنا حق. حتى اللي كانوا معتقدين إنه هيدي الثورة هي ثورة حقيقية صاروا هن هلأ بصالوناتهم وبقعداتهم بيحكوا انه انغشوا وانكذب عليهم وانفتنوا، والان جي اوز يلي هي ممولة من بعض السفارات اللي كانت عم تسعى لتدمير صورة التيار الوطني الحر فشلت. وقدر التيار الوطني الحر بعد هذه المرحلة يرجع يطلع تدريجيا. تهلأ اليوم رجع على الساحة السياسية بشكل ملحوظ. أكيد بعد في شغل كتير كتير كبير لازم ينعمل تنرجع ثقة الناس يلي انفقدت من كل السياسيين بلبنان مش من التيار. لأنه بصراحة راي الثورة اللي عملته أول فترة كرهت الناس فينا، مواجهتنا لها رجع وقف الكراهية علينا ورد قسم كتير كبير الناس لوعيها. بس بعد في قسم من الناس منن معتبرين انه تيار يتميز عن غيره. هيدا بده جهد كتير كبير بأدائنا وبشغلنا تنرجع مع التجربة ومع الممارسة نفرجي للناس انه نحن لم نكن هواة سلطة، نحن لم نكن شركاء بالسلطة او بالسيستم الراكب، هيدي بيسموها المنظومة. نحن كنا عم نحاول ما نعرقل البلد في بعض الأمور، كنا عايزين على أنه ننجزها بالشكل اللي بيحلموا فيه الناس. وأكبر مثل على هالشي نحن قلنا برات ما يسمى التركيبة أكثر من 1.5 سنة ويحو. بالعكس السيء عم بيزود سوءا والعاطل عم ينزاد عطلا، والأزعر بعده محمي والمنظومة تحمي بعضها والدولة العميقة قادرة تحمي بعضها. ونحن ما زلنا بالمواجهة يلي كنا عم نعملها نحن وبالسلطة مثل خارجها. لا بل نحن هلأ مرتاحين أكتر لأنه خففوا الناس ظلمهم واتهامهم لنا. شغلنا الكبير لازم عبر الممارسة تيقدر يبين لكل هيدا الناس قديه كنا نحن مظلومين وهن ساهموا بظلمنا، وقديه نحن ناس منا حقودين تنقدر ننتقم من اللي ظلمونا. بالعكس هذا البلد ما بيخلص إلا بالكل، ما بيخلص إلا بوعي الكل، وما بيخلص إلا أنه نفصل الأبيض عن الأسود. مشان هيك فصل أساسي بفصل الأبيض عن الأسود أو مرحلة أساسية لبدء الفصل الأبيض عن الأسود هي موضوع تدقيق الجنائي يلي بيساعد بشكل كتير كبير على تمييز الناس عن بعضها. لا مش كلهم يعني كلهم،
ممكن يكون في عنا حدا لا سمح الله أخطأ ولازم يتحاسب، ولازم يكون عند غيرنا حدا لم يخطئ ولازم يعرف انه كان عم يظلم جماعة بكاملها. بس هلا هدول العالم اللي كنت عم تحكي عنهم منصور، انه هدول ايه نحن كتيار وطني حر هلا ظهر من السلطة، الرئيس عون خلصت ولايته، خف الهجوم علينا، ولكن خف الهجوم على الكل كمان. صارت العالم قاعدة ببيوتها ما حدا فرق معه شيء، الدولار بيصير ما هو ما كان الهجوم الا علينا. ما هو راجع انت ب 17 تشرين ليش عمين كان الهجوم؟ يقولوا كلهم يعني كلهم يهجموا علينا، نقول لهم يا عمي مش كلهم، يعني كلهم ما يركزوا غير علينا. يعني ما تواخذني بهالكلمه، يعني انت بتتذكر يعني ايه اكيد بتتذكر يعني مرحله منا بكتب التاريخ تننسيها، بعدها مرحله واعيين عليها الشباب اللي عمرهم 20 سنه واعيين عليها. صحيح. الاولاد اللي عمرهم 15 سنه واعيين انه صار في ثوره ونزلوا على السباب. وشو علمت هيدي الثوره غير الهيلا هو يا خيي؟ في شي ثوره بالعالم بدها تبني مجتمع شعاره سباب؟ ما في. في شي ثوره بالعالم ما عندها قائد او قادتها مش متفقين ولنوا على حد ادنى من الاهداف المشتركه؟ ما في. يعني عبر التاريخ ولا الثورة الروسية ولا الثورة الفرنسية ولا الثورة يعني ولا الثورات الإسلامية ولا ثورة بالعالم ما كان عندها لا قائد ولا هدف. ثورة تدميرية بدها تجمع الكل وتحطهم بذات الخانة وتحط الآدمي مع الأزعر، وهي ما عندها ولا هدف غير تدميري. مش صاير ثورة بتشبه هذه الثورة. صحيح. منصور خليني اروح لاخر سؤال بالسياسة عن الملف الرئاسي والعلاقة بين تيار الوطني الحر وحزب الله والحوار اللي عم بيصير. كيف بتشوف المرحلة منصور ولوين رايحين؟ وهل راضي عن الأداء؟ أداء وين؟ مين؟ أداء حزب الله بهذا الملف الرئاسي. أول شيء ما في شك انه انا من المعروفين بالتيار، وانت بتعرف انه انا من المدافعين عن ورقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، مع كل الشوائب اللي مرقنا فيها ومع كل العقبات اللي مرقنا فيها. ليه؟ لانه انا اتمنى انه مثل ما ورقة التفاهم بين التيار وحزب الله انعملت وضاينت كل هالسنين، ينعمل وراء واتفاقات بتضم طرفين او اكثر بين كل اللبنانيين. لانه يلي ما بيقرا تاريخ وما عنده ذاكره لا قصيره ولا بعيده المدى ما بيعرف كل مره ما كان فيها حوار وتفاهمات لوين بيوصل لبنان ولوين بيوصلوا معه المسيحيين. وانا عم بحكيك من بعد ما قريت كتير، وبفهم انه لا ادعي انه انا القارئ الوحيد ولا ادعي اني بفهم الوحيد ابدا. في ناس بتقرأ أكتر مني وبتفهم أكتر مني ومطلع أكتر مني، بس بدي ذكرون بمراحل تاريخية أي متى ما كان في حوار بلبنان وشو نتج، وأي متى كان في حوار بلبنان وشو استقر وقديش أجل الإشكاليات الكبرى اللي بتؤدي إلى الإحباط أو إلى الزوال أو إلى الهجرة أو. فإذا أنا بالمبدأ من دعاة الحوار بين كل اللبنانيين، بالأخص الحوار يلي نحن جربناه على فترة 17 سنة بين التيار وحزب الله. هلأ تكون عم بحكي بشكل موضوعي، حزب الله أخطأ برأيي خطأين كتير كبار، من حقنا نحن من وراهن نرجع نقول لهم تعالوا نرجع نحكي بعدة مواضيع. هي هون القصة. هؤلاء الخطأين مبنيين على شغلتين أساسية. أول شيء موضوع الفساد، أنا ما بدي أرجع فيه لورا لأنه بلبنان موضوع شائك وطويل وما عمره اليوم، عمره 30 سنة، وكل مين بتحكيه بالفساد بيطلع هو القديس والباقي فاسدين وحدث ولا حرج. شو بدي بهودي؟ ووقف حد الجنرال وموقفنا حده ووقفتوا حدنا. يعني أنا بسمع أيام وبتابع الناس بتحكي على شبكات التواصل الاجتماعي وتربيح جميلة ما له طعمة، أنا وقفت حدك وأنت وقفت حدي وأنا ما وقفت حدك وأنت ما وقفت حدي. هاو كلهم
قابلين للبحث، قابلين للدراسة، قابلين للقعدة وتطوير المراحل تما نرجع نوقع فيها. ولكن في خطأين أنا بعتبر صاروا أساسية بالثقة، وهذه الثقة مش لازم ندمرها من خلال الفلتان الإعلامي والسباب والشتائم ونروح دقي على الخيارات التدميرية. يعني أنت يعني هودي حلك شو هني وبرجع منكمل حديث. الخطأ الأول هو موضوع بعد انتهاء ولاية العماد ورئيس الجمهورية اللبنانية ما كان لازم، وأنا برأيي ما كان لازم حزب الله يسمح بأي شكل من الأشكال أنه استمرار عمل الحكومة كأنه شيئا لم يكن. يعني برئيس جمهورية ولا بلا رئيس جمهورية البلد بيكمل. لو البلد قادرين تكملوا فيه، ولو البلد فيه حكومة شرعية اعتبر، بس هي فعليا حكومة فائدة للشرعية وفائدة للبسائية وفائدة لكل المقومات اللي بتسمح لها تحكم. ما هيدا وكله كان فيكم انتو بكل صراحة تقولوا بغياب رئيس جمهورية نحن ما بنسمح انه هيدي الحكومة تستمر مثل كأنه برئيس وبلا رئيس بمشي. وانا برأيي هيدا خطأ استراتيجي ما بيسوى كان ينترك ينمشى فيه. هذا الخطأ الأول. والخطأ الثاني موضوع خيار أو الطريقة اللي تم تعاطي فيها بموضوع مرشح إلى رئاسة الجمهورية. ليه؟ لأنه الكل بيعرفوا بلبنان أنه لبنان ما زال بلد فيه مكونات طائفية. لبنان ما انتقل إلى الدولة المدنية، بعد ما انتقل إلى الدولة العلمانية، بعد ما انتقل بعد في عنده كتير من المراحل ما تشعر ولا طائفة بلبنان أنه في طائفة تسيطر عليها. وهون بيجي الحد الأدنى من التمثيل. نحن لما جينا عملنا معركة رئاسة الجمهورية الرئيس القوي، مش لأنه كنا عم نقول انه نحن لانه بنعرف حالنا الاقوياء عند المسيحيين ونحن عم نعمل شو اسمه نوع من الميثاقية حول رئيس القوي لازم يكون. نحن عم نقول لانه نحن بعدنا بلا طائفة ولانه الاقوياء بيمثلوا طوائفهم لازم بالحد الادنى نحافظ على هذا الموضوع. اجا طرح موضوع رئاسة الجمهورية معاكس لمعركة عملناها نحن من 2005 لل 2022 لل 2023. اجا تيعاكس كل هالنظرية، وبالتالي هيدا بالمبدأ يشعر المسيحيين مثل كأنه خسرتوا الحرب مجددا. سنة 90 انتم خسرتوا الحرب، سنة 90 انتم خسرتوا الحرب وفرض عليكم زعماء بيمثلوكم من 90 لل 2005، وهلأ اليوم عن جديد بتخسروا الحرب بعد 17 تشرين ويفرض عليكم رئيس ما بيمثلكم. وهذا ما بيجوز بفترة 20 سنة يشعر مكون أساسي ومكون مؤسس لهالدولة يشعر مرتين بظرف 20 سنة أنه هو خسران. ليه؟ لأنه مش هيك بيعيش لبنان، ولأنه لبنان بلا المسيحيين بيبطل لبنان مثل ما هو. وأنا برأيي لازم ينتبه عليه في السينودوس من أجل لبنان اللي حكي عنه جان بول دو، بيقول أنه للمسيحيين دور، ودور المسيحيين يعني لبنان هو رسالة، وعلى المسيحيين يلعبوا هذا الدور. ليه؟ لأنه نحن صلة وصل ما بين الشرق والغرب، ما بين ثقافات مشرقية وثقافات غربية. نحن ما بيسوى نشعر بهذا البلد انه نحن خسرانين الحرب مرتين ب20 سنة. مشان هيك دور المسلمين قبل دور المسيحيين هو اشعار المسيحيين انه هن شركاء حقيقيين بهذا البلد، وما يشعروا ولا لحظة انه بيقدر حدا يقرر عنهم. وطبعا نحن ما بنقرر عن حدا كمان. نحن شو بنقول؟ نحن جينا قلنا لهم غصبا عنكم بدنا رئيس نحن بننقيه؟ نحن عم نقول لهم لا، نحن عم نقول لهم بس ما حدا يفرض علينا رئيس جمهورية. في كتلتين نيابيتين كتير كبار، يعني هودي بيشكلوا الرأي العام المسيحي. بالحد الأدنى يا منجيبهم كلهم سوا ومنتفق نحن وياهم على موضوع،
هيدا اللي عم بيحاول التيار يعمله اليوم. ولكن أنا لومي الكبير على بعض الشباب اللي أنا بحبهم وأصدقائي وبعزهم كتير، هو تحويل الخطاب المفروض يكون توعوي وبيصيب الهدف إلى خطاب طائفي ومذهبي ما بيسوى بالبلد، وأكتر شيء بيضر للمسيحيين. أوكي هلأ وصفت أنا نفس الوصف اللي بيحكوا فيه كل الشباب، ولكن وصفتهم بطريقة هو بالحقوق وبالشراكة وبالميثاقية وبالتوعية السياسية. يعني هي الفكرة ذاتها بس الطريقة بتختلف. مش الطريقة. أنا ما خونت. لا أنا عم بقول لك إيه أنا اللي عليكم وأنتوا إلكم علي. أنا عم بقول لهم أنتوا بدكم تعيشوا، بدكم تكملوا بهيدا البلد. حدا يشعر انه هو عنده فائض قوة وتاني يشعر عنده فائض هزيمة. طيب انتوا بدكم تكملوا بهذا البلد والمسيحي لا يشعر انه هو شريك. طيب اذا لكم مصلحة المسيحي يشعر انه هو بالشريك، خبرونا اياها. واذا ما لكم مصلحة تصرفات عم تدل على عكس هيك. نحن لا، انا ما عم بقول انه رئيس الجمهورية هو بس بنقول المسيحيين، لا خطأ. ما هو رئيس كل اللبنانيين ولازم يكون رئيس كل اللبنانيين، ويسعى للحفاظ على المقاومة والحفاظ على ما تحقق من انتصارات. لأنه أنا برجع بعيد وبكرر ما حدا يفهم غلط، رئيس الجمهورية يلي بده يكون ضد جمهورية لبنان ما بيقدر يكون رئيس جمهورية لبنان. بس بنفس الوقت المقاومة وكل اللي بيعرفوا انه اسرائيل عدو بدهم يعرفوا انه كمان رئيس جمهورية ما بيحافظ على الشراكة وشعور هيدا المسيحيين بهذا البلد انه هن شركاء. كمان لازم يعرفوا انه لا، هيدا البلد فيه رجال واكفاء ونضاف وبيؤمنوا بالعداء مع اسرائيل، وبيؤمنوا انه اسرائيل عدو، وبيؤمنوا بالمقاومة، وهن بيقدروا يمثلوا. او روحوا نتحاور نحن وياكم اذا ما قادرين اليوم نحقق هذا الموضوع كيف بنحققه تدريجيا. وهيك بلش طرح التيار الوطني الحر حول اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني وكل هالمشاريع يلي بيطمنوا الجماعة، حتى ولو ما بيطمن الأحزاب مرحليا. اوكي، باعتقادك حنوصل لنتيجة؟ نعم، باعتقادك حنوصل لنتيجة بهذا الموضوع؟ إذا النوايا جيدة والقدرة، ما هو النوايا منيحة بس بدك تشوف القدرة. لأنه لا نحن وحزب الله لوحدنا منقرر، ولا نحن لوحدنا منقرر، ولا حزب الله لوحده قادر يقرر. لأنه من ميلتنا نحن يلي معارضين لوصول مرشح الثنائي وبعض الحلفاء لتبعهم، من ميلتنا نحن مش قادرين نعمل شيء لوحدنا، ومن ميلتهم هن مش قادرين لوحدهم حزب الله يجيبوا كل فريقهم على هذا المشروع. هذا بده جهد، بده شغل، بعد بده قراءة جيد كتير غميقة تا نقدر نوصل. أنا بتمنى نقدر نوصل ليلي عم يشتغل عليه طيار وحزب الله، بتمنى نقدر نوصل له، وبتمنى انه ينضم له اكبر عدد ممكن من الافرقاء السياسيين الواعيين من هالمال ومن هالمال، تيقدر على القليله رئيس الجمهورية اللي بده يجي مع هيك اتفاق بيطمن، يقدر يترجموه على ارتياح و هيك ارتياح عند الناس. لانه اللي مرقنا فيه لنا 4 سنين مش بس متعب، قاتل. منصور فاضل بلقب وبلا لقب، منصور فاضل بضل منصور فاضل، مقاوم مناضل، مع مركز وبلا مركز بضل منصور فاضل ونحن معك ومنحبك، وبدي اتمنى لك التوفيق، وبتمنى انك تضلك معنا وحدنا على طول. الكلام معك بيكون مميز ومفيد وبنتعلم منه. بدي اتشكر وقتك منصور فاضل، وإذا في عندك آخر كلمة لك تفضل. أول
اول شيء ميرسي على كل شيء عملتوه عم تعملوه لخلق الوعي عند الناس. كل شيء قلته انت مميز، بس كلمة بنتمنى تكون معنا ما فهمتها، بس رح جرب بعتبر انه انا معكم العمر كله طالما بعد في نفس. انا مع حالي ومع قناعاتي ورح ضلني بقناعاتي وحالي كل عمري. ما عندي حسابات شخصية ولا مرة، بالعكس تماما حساباتي كلها نحن بنعرف ما عندك حساب شخصي. انا بقول نتمنى انه ما تبعد، بالعكس تضلك قريب لنا. مش مبعد، ما تعطل هم. بعد مطرح ما ببعد عن الصورة بتلاقيني عم بشتغل بمحل تاني وعم بشتغله بشكل جدي. مش كل شيء بينشاف على الصورة. هلا ايام السوشيال ميديا صار كل ما واحد بيعمل شغلة او حدا حده يعمل شغلة بيتبناها هو. انا من الاولد سكول يلي بيشتغلوا والناس ما كثير بيعرفوا شو عم بيشتغلوا، بيشوفوا النتيجة بعدين. اللي بدي اقول لك اياه راي، كل يوم انا بقعد مع الناس وكل لحظه بقعد مع الناس وكل ثانيه ببقى عم بحكي خطاب تيار الوطن الحر وكيف بآمن وكيف بفكر بالمطعم وبالدكانه وبالمحل المنقوشي وبالفرن. وين ما كان بحكي الخطاب وين ما كان بقعد مع الناس، هذا كله ما بيبين الا بوقت الاستحقاقات بيبين وبيبين بشكل واضح. انا التيار وانا طيار وانا بعشق التيار واعطيته وقت اكثر ما اعطيته لاولادي. اللي بقول لك اياه انه انا ايماني كتير كبير انه لبنان بيستاهل منا كل شيء. ايماني كتير كبير انه الشباب بلبنان قادرين يعملوا كتير. بقول لهم للشباب بشكل عام ما تحقدوا وما تكرهوا. في قصص اليوم عم تتعلموها بتكتشفوا مع الوقت بعد عمر انه كنتوا يمكن عم تظلمونا فيها او نحن عم نظلمكم فيها. ما تحكموا، ما تكونوا حاقدين، فتحوا عقولكم. لبنان ما بيسوى يعيش بالكراهية. بعدوا عن الحرب وبعدوا عن كل مين بيدعي للحرب. كل واحد بيدعيكم للحرب انجزوه. كل مين بيدعيكم لطائفية ابعدوا عنه. كل مين بيحرضكم على المسلم او ما بيشبهكم ما تعملوا مثله. ولشباب التيار الوطن الحر بقول لهم يعطيكم الف عافيه. بينتوا انكم الصامدين، بينتوا انه رجال مثل لما نحن كنا بشبابكم، لما كنا شباب بعمركم حفرنا بالتاريخ تاريخ نضالي طويل عريض وبعدنا لهلا بيعيطوا لنا مناضلين. انتوا حفرتوا بتجربة 17 تشرين لليوم انكم مقاومين صليبين اوفياء وما تتركوا. هيدا حافظوا عليه لهيدي التجربة اللي عشتوها لانه ثبتت لكم شيء ما اجى لغيركم. خليكم منفتحين على كل الناس، خليكم قبضايات وتذكروا دائما انه سقفكم هي الحقيقة والاخلاق وبس. منصور فاضل شكرا ونهارك حلو يا رب. ميرسي، خلي لي اياك. ميرسي.